دائما ألفه وجمعه الإمام النووي. إمام النووي إنه هايا بسم الله الرحمن الرحيم. هايا باب النهي من أكل ثوما. بيه باب النهي دور كافي بابا من أكل ثوما نما قلبي نياتي أو بصلا شنكرتا نياتي أو كراثا. بحرو هنياتي بارو ولك بحرو يعني نجرتسينيز دا أروز خضرة أو غيره وان برا هنياتي مما له رائحة كريهة وان شرفكا همتو قبضوانا قاتل شرفكا وهنياتي دور كوفي بابا عن دخول المسجد مسجد سينور دور كوفي بابا قبل زوال رائحته ادو شرفكان الراندي من اندرت إلا للضرورة. ادو شرفكان الراندي من اندرت مسجد سينور دور كتي دبتن جيشو إلا للضرورة. يو ضرورة افتاته ملي دركما بكا غلوفان قبوها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولين قال يا من أكل هذه الشجرة نمني نياتي مخا قلوب شنكرتاهنا يعني الثوم قلوب بانا فلا يقربن مسجدنا. مسجد خينية دهات متفق عليه. متفق عليه. في رواية لمسلم رواية مسلم تمو مساجدنا. مسجد خينية دهات. وعن أنس رضي الله عنه قال قال أنس كم مالجا قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول النجي من أكل من هذه الشجرة مخا قلوب شنكرتا جاموخنا نمني نياتي فلا يقربن اندهات ولا يسلين معنا. نوجن سقدين. متفق عليه. متفق عليه جا. وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول النجي من أكل ثوما نمني قلوبي نياتي أو بصلا شنكرتا نياتي فليعتزلنا آنورا فقاتو آنورا چديمو أو فليعتزل مسجدنا. مسجد خينيا راها چديمو. متفق عليه. متفق عليه جا. وفي رواية لمسلم رواية مسلم أمو من أكل بصلا نمني نياتي شنكرتا جا والثوم قلوبي والكراث بحرو فلا يقربن مسجدنا. مسجد خينيا تندهات جا. فإن الملائكة ملايكان تتعزى تتعظاني ميدمتني دررمتي مما يتعزى منه بنو آدم وانما المان آدم الرادررمن الرادررمتي. وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة قيا جمعنا بيا قرص فقال في خطبته قرص ساخيسك قيا جمعة نجي ثم إنكم أيها الناس إيقنايسي يا أمتنا تأكلون الشجرتين مخلما تنقل بيشن قرطاجا ما أراهما سلمان هي دوناركو إلا خبيثين وسطه مليناركو البصل والثوم قرطا في كل بيدجا. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى الرسول نارك إذا وجد ريحهما أجاساني أقواني في أرك من الرجل من مرة أقوارك في المسجد مسجد خيستي أمر به إذاتي عججا فأخرج إلى البقيع جردر ردشاتي چبافما من نكلهما نمني موقلو بيشن قرطانيا چوفده فليمتهما طبخا سلمان جيسي آنيا تو طبخا جيا فيلي تجا. رواه مسلم. مسلمي تو قبا.
باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة قيا جمعة باون جباته نافي بابا والإمام يخطب إماما قرص الجر قرص خيسة باوجا لأنه يجلب النوم باون سنهربنا مفدجا فيفوت استماع الخطبة أما اللي خطبة كيف تشون الدبر سنور كجا ويخاف الانتقاض الوضوء أما اللي انتقاد ودوني ديك مصدات مجا رفيقا. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولين نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب إماما قرص جرط باورانور كهربنا مفدا رواه أبو داود والترمذي خناته دي سجا وقال جعان حديث حسن ودينه حسني بر. باب النهي نور كافي بابا من دخل عليه 10 ذي الحجة من دخل عليه 10 ذي الحجة جتشوبا ورنزل الجادان مرة سنة وأراد أن يضحي وديا قدو خنفده عن أخذ شيء من شعره رفين سافر راها دورا نور كافي بابا أو أظفاره كن تجرى شوجا حتى يضحي أما وديا قلت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يتبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول النجي من كان له ذبح نمن أركا قبو أنقل نمن قبو يذبحه خيس قلو فرود يما بجا فإذا أهل هلال ذو الحجة يقال لالتبات زلجا قدالت فلا يأخذن من شعره ربين سسان دم سسنادو في جرون إرجا بكسون إرجا ولا من أظفاره كن سساتي سندم سسنجا شيئا واتك إلا من ضرورة يتات ملي كن سفان سرابك إيخا مرتملين توها حتى يضحي أما وديا قالوا التجا رواه مسلمي بر. باب النهي عن الحلف خخور نور كافي بابا بمخلوق مخلوق وانو ممنجا كالنبي نبي فاخختو نبي فانك خچوجا والكعبة كعبا فانك خچوجا والملائكة والسماء ملائكة فاسمي فانك خچوجا والآباء أبوتي فانك خچوجا والحياة جرو فانك خچوجا والروح لبو فانك خچوجا والرأس متا فاجا ونعمة السلطان ونعمة سلطانك أنني موتي فاجا وتربة فلان قوابي أبلو قبري أبلو فاجا نيجا والأمانة أمانا فانك خچوجا وهي من أشدها نهيا أمو أمانا خطون تنتردرني تنور كتيا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رسولين قال إن الله تعالى ينهاكم رب العالمين عن سنور كابر أن تحلفوا بآبائكم أبوتي غيسنين كخجر رأي سنور فمن كان حالفا نمني خطاته فليحلف بالله يا رب كختوجا أو ليصمت يخينا في الرأوسوجا متفق عليه وفي رواية في الصحيح رواية صحيح أكجتم فمن كان حالفا نمني خطاته فليحلف إلا بالله فلا يحلف إلا بالله رب ملين كختنجا أو ليسكت يخينا في الرأوسوجا. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن سمرة مالجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول النجي لا تحلفوا بالطواغي أمو سنمان كهتنا وان قبرمون كهتنا ولا بآبائكم أبوتي غيسنين كهتنا الطواغي طواغين بر شيطان جا جمع طاغية وطاغيان جان وهي
الأصنام سنما بر ومنه الحديث ومنه طاغوت سنمته مرة حديثني هذه طاغية دوس ولو سنم دوسيت خجوة سنمهم أي سنمهم سنم ثانيت ومعبودهم قبر ما ثانيت وروي في غير مسلم ومسلم تهنت ودي فمه بالطواغيت طاغوتان كغاتنا جمع طاغوت وطاغوتات جان وهو الشيطان شيطانان كغاتنا والسنم سنمان كغاتنا. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولين قال جبر من حلف بالأمانة أمانة والنمن غاغته فليس منا كنيام تجا. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. أمانة جتشن كل ما أمر الله تعالى في كتابه باحترامه أو نهى الله تعالى عن انتهاكه بكتابه جاء. وعنه رضي الله عنه قال جبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول النجي من حلف من غاغته فقال جئمو إني بريء من الإسلام الإسلام النار قل كلنا فإن كان كاذبا يخجب مجمو فهو كما قال كاذب كجبا نجاما وإن كان صادقا ينقمت جمو فلن يرجع إلى الإسلام قرى إسلام النندب سالما نقيته دلي الراجع. رواه أبو داود داود يديسها شهادة جتش يدقاتاته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا قرباتك يقول أنجوبر لا والكعبة لا ونخنا قسيم كعبان كخديجي. فقال ابن عمر عبد الله بن عمر كاني لا تعلف بغير الله ووان رب تينين كعبان كختن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام رسول دقي يقول من حلف بغير الله نمن خاقته والرب تهنين فقد كفر فقد كفر كفرجا أو أشرك ربي شريك قدجا. رواه الترمذي وقال حديث حسن حديث درجة حسن. وفسر بعض العلماء قرين علماء فسر نموغا خان قوله جتشسا كفر أو أشرك كفر كفرة شركي قد خجي على التغليظ الرجب سماف جمل أمن ترمبان كما روي أقود فميجر أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولين قال ونونجي الرياء شرك الرياء هنار كني دلقون شركي دخجي تغليظ أب جيجي چوبر الرجب سوف ملي أمن ترمبان. باب تغليظ اليمين هيا غتيانو